ان شاء الله نعمل مع حضراتكم الكنافه الاساور. طبعا كلنا بنحبها. كنافه الاساور طبعا زي ما انتم عارفين بتبقى يعني ما فيش فيها كريمات ولا حاجه، وممكن نحط لها طبعا الحشوات زي ما احنا عايزين، بس احنا هنعملها لكم النهارده ان شاء الله بالمكسرات. نعملها لكم بالفول او باللوز زي ما انتم عايزين، بس احنا هنعملها بالفول السوداني لان هي مطلوبه بالفول بطريقه سهله وبسيطه جدا. هنعملها مع بعض وهنعرفكم ازاي بنلفها على صابعنا. طبعا دي هي طالعه من الفرن ما شاء الله، شكلها يعني بيتكلم عن نفسها. حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا، وزي ما انتم شايفين كده السوا بتاعها عامل ازاي. وان شاء الله هنعملها بالجمال والحلاوه ديت. تابعونا، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل الجديد مننا. وهنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه. نبدا مع بعض ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من مطبخ نادر سليمان هنعمل مع حضراتكم طريقة عمل كنافة الأساور بطريقة سهلة جدا وبسيطة. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده بتبقى طريحة من الكنافة زي ما انتم شايفينها كده، ونبدأ ان احنا نعملها خطوط زي كده، ونبدأ نلفها على صابعنا بالطريقة زي ما انتم شايفين كده. الصبع الكبير بتاعنا ما بين الصبع الكبير والصبع اللي جنبه بنبدأ نلفهم ما بين صبعنا الاتنين زي ما انتم شايفين كده بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بنلفها على صابعنا كام لفة كده على بعض، ونبدأ نقطع وبنبدأ نرص في الصينية. اهم حاجه نوعيه الكنافه يا جماعه بتبقى طريه شويه متبقاش ناشفه. من عند الكنافاني كده نبقى جايبين طريحه على بعضها كده، اللي هي بتستخدم الكنافه للكنافه الاساور او الكنافه اللف. ونبدا نعملها زي ما انتم شفتوا كده على صباعنا بطريقه سهله جدا وبسيطه. نعملها بنلفها زي ما انتم شايفين على الصبع الكبير كده، ما بين الصبع الكبير والصغير بنلفها كام دايره كده وبنقطع وبنرص في الصاج بتاعنا. سهله جدا وبسيطه. طبعا يا جماعه بننقل لكم من المصنع مباشر. طبعا دي كميات كبيره. الطريحه زي ما انتم شايفينها اهيت تبقى طريه شويه، ونبدا نشيلها خطوط خطوط كده، نشيل منها يعني طريحه صغيره كده او حتت صغيره زي ما انتم شايفين كده. ونبدا ان احنا نقطعها شرايح رفيعه عشان نبدا نلفها على ايدينا زي ما حضراتكم شايفينها كده. طبعا يا جماعه احنا بننقل من المصنع مباشر، ونعرفكم ازاي بنسويها وازاي بنحط لها العسل بتاعها. طبعا عسل الكنافه معروف بيبقى تقيل شويه. ونبدا نلف زي ما حضراتكم شايفين كده. دي السجان قدامكم اهيت. اللفة طبعا بتبقى زي بعضها لأنها على صبع واحد، وزي ما انتم شايفين كده بتبقى الواحدة جنب الواحدة. وبنملى السجان زي ما حضراتكم شايفينها كده. بعد ما نخلصها بنبدأ إن احنا نحط الحشو بتاعنا من المكسرات. ممكن نحشيها لوز، ممكن نحشيها فول، ممكن نحشيها أي حشو. ممكن ندخلها سادة وتطلع تاخد لها حشو كريمات. أي حشو ممكن نحط لها كريز زي ما انتم عايزين. احنا هي مطلوبة مننا بالفول. هنبدأ نحط في كل قطعة من الكنافة حوالي مثلا حبتين فول. وبنبدأ بعد ما نعملها يا جماعة بنعملها على بيات، وبنبدأ نسيبها لحد ما تنشف بحيث ان هي تثبت على وضعها. وبنكبسها كمان عشان لو في قطعة بتبقى عالية عن قطعة بنكبسها عشان تيجي تاني يوم. زي ما حضراتكم شايفين بنحط السجان على بعضها، وفي خشب احنا جايبينه في المصنع زي كده بيتحط منديل بلاستيك او كيس، وبنبدأ نحط الخشبة وعليها السجان فوق بعضها بحيث ان هي تكبس بعضها عشان تبقى كلها السطح بتاعها كله مستوي، ما يبقاش واحده عاليه وواحده واطيه زي ما حضراتكم شايفين كده. بنبدا نشيلها ونبدا ان احنا نسقي السمنه بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجه السمنه تغطي الكنافه عشان الكنافه تستوي في السمنه فتبقى لونها ذهبي. وبعد كده لما بنطلعها بنبدا نصفيها من السمنه الزياده اللي باقيه فيها. اول حاجه بنبدا نسقي السجان كلها زي ما حضراتكم شايفين كده، وندخلها الفرن على درجه حراره 160 وتاخد لها حوالي من ساعه او ساعه ل 10 دقائق. بتطلع زي ما حضراتكم شايفين السمنه اللي باقيه دي بنبدا ان احنا نصفيها خالص. زي ما حضراتكم شايفين بدأنا نصفي السمنة خالص من الكنافة، وبعد كده بنبدأ ان احنا ننزل عليها بالعسل بتاع الكنافة التقيل. نبدأ ننزل بالعسل زي ما حضراتكم شايفين بحيث برضو ان احنا نغطي بالعسل كلها يدخلها عسل. وبعد كده نستنى عليها 5 دقايق لحد ما تشرب العسل بتاعها. بدأت ان هي كده حطينا على الكنافة كلها وبدأت ان هي تشرب العسل بتاعها زي ما حضراتكم شايفينها. وهي سهلة جدا وبسيطة بس بتبقى طعمها حلو، ويعني بتبقى صنف مهم جدا في علبة الحلويات الشرقية. كنافة الأساور كله بيحبها لأنها بتتعمل بطرق كتيرة جدا. أي حشو هي نفس الطريقة بس الحشو بيختلف، ممكن بالمكسرات أو بالكريمات أو بالكريز أو بأي حاجة زي ما انتوا عايزين. زي ما حضراتكم شايفين هي كده الكنافة بكمية السجان ما شاء الله. يعني طبعا احنا قلنا لكم ان احنا بنعمل شغل مصنع يا جماعة، احنا بننقل من المصنع مباشر. ان شاء الله تكون عجبتكم، والطريقة سهلة وبسيطة جدا. ويعني هي مش محتاجة، مش فيها اي مصاعب، اي حد يعملها.
وزي ما انتم شايفين قطعة الكنافة بعد ما استوت وشربت العسل بتاعها ما شاء الله مقرمشة وناعمة وحاجة يعني ما شاء الله ولا اروع من كده. اللون، الشكل، شرب العسل مظبوط، طبعا قلبها من جوه ما شاء الله. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك والشير الجميل بتاعكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.